السلام عليكم. ما زلنا مستمرين في سلسلة ازاي تقفل المواد، ومعانا النهاردة تالت مادة دينية وهي مادة التفسير. مادة التفسير من المواد السهلة البسيطة، بس بتحتاج حفظ مع سنة فهم. سنة فهم للإعرابات. تمام. يبقى مادة التفسير بتحتاج حفظ، لازم أن تكون حافظ المنهج كويس، سواء كنت علمي سواء كنت أدبي. وكالعادة عندنا 3 أسئلة هنجاوب عليهم في الفيديو ده. السؤال الأول هي من كام؟ السؤال الثاني نظام الامتحان بيجي ازاي، والامتحان بيعوز ايه ونركز على ايه، او المواضع اللي بيجيب فيها يعني أسئلة في الامتحان. تالت حاجة ازاي اخش الامتحان اقفل مادة التفسير. هنجاوب على السؤال الأول اللي هو من كام درجاتها من 40. تمام. وهي مادة دينية معناها درجاتها مضمونة، كده معروفة، مادة دينية معناها درجاتها مضمونة. طيب، النظام اللي بيجي الامتحان بيجي ازاي؟ زي ما انت حليت، لو كنت حليت الامتحانات السابقة كده، بيجي الأسئلة، نظام الأسئلة بيجي ثابت، ان هو بيجيب لك فقرة من الصور اللي عليك، سواء كانت الذريات سواء الطور سواء النجم سواء القمر، يجيب لك فقرة منها. تمام. ويطلع لك بقى من الفقرة دي يقول لك اشرح لي ما معنى واشرح لي والاعراب. تمام. طيب، اركز على ايه؟ اركز على التفسيرات، المعاني، والمعاني اللي كلمه واحده. معاني اللي كلمه واحده، ما تقعدش بقى ايه المعاني كلمه تروح تكتب له كتير. هو اللي بينقص الناس درجات دي، اللي هي مثلا يكون معنى كلمه واحده، معنى الايه كلمه واحده او كلمتين، يروح يكتب له سطرين. مفيش الكلام ده اتلغى. ما معنى يقول لك مثلا ايه والذاريات ذروه، الذريات معناها الرياح، في واحد يكتب له بقى تقعد يعمل له، هو عارف ان الرياح بس يقعد يكتب له كده، ومش واثق ان هي الرياح بس، لا اكتب له الرياح بس، مش دعوه هي صح، اكتب له الرياح بس. تمام. يبقى الملحوظه المهمه هنا ان في ناس عندها شك، يقول لك هي معناها الكلمه دي بس، معناها الكلمه دي بس. تمام. ومعظم الامتحانات اللي هتمتحنها او معظم المواد في اي امتحان هتلاقي الاجابه تتضمن لا هي كلمه او كلمتين، كلمه او كلمتين في تفسيرات. يقول لك فسر او بمعنى كذا، هتلاقيها كلمه او اتنين، غالبا هتلاقيها كلمه او اتنين. فلو لقيتها كلمه او اتنين ما تخافش، هي كلمه او اتنين وتاخد درجتها. تمام. لان في ناس عندها شك كده، مش عارف هو يكتب كلمتين دول، لا هم موجودين في الكتاب صح، خلاص لو كتب كلام جنبيهم هو صح، بس ممكن المراقب يتزاول في الكلام الكتير اللي انت كاتبه، ما يعرفش اجابتك الصح فين، فيروح يصلب لك عليه، يديك خطأ عليه. وانت على زي ما مكتوب في الكتاب اعملها. يبقى اول حاجه ايه؟ معاني او تفسير الايات. تاني حاجه عندنا اللي هو ايه؟ القراءات، خلي بالك منها. القراءات اللي هو مثلا قراها حمزه بكذا وقراها، القراءات دي تخلي بالك منها، بتيجي في الاخطر او بتيجي في صح وغلط. تمام. وعندك بعد كده الاعراب قدرت تفهمه كان بها، ما قدرتش تفهمه احفظه. بس اصعب حاجه ان انت تحفظ ما تكونش فاهم. اصعب حاجه بالنسبه لي انا او بالنسبه لاي حد يعني، كدراسه اتعملت من 2019 تقريبا، مش عارف كانت نسبه كده، بس المهم ان انت تحفظ لو ما قدرتش تفهم. طب فهمت؟ خلاص، انت لو فهمت وكررتها مرتين هتلاقي نفسك حفظتها تلقائي في الاعرابات. ليه؟ لان اصعب حاجه في التفسير الاعرابات، انما معاني المفردات سهله، اللي هي معاني اللي هو تفسير يعني كتفسير في ذاته، مثلا تفسير الايات سهل، انما الصعب اللي هو الناس بتتلخبط فيهم اللي هو القراءات، هي مثلا ومثله والكلام ده كله، قراءة حمزه وقراءة الكسائي بكذا. القراءات بتيجي في الامتحانات. وتاني حاجه بتيجي في الامتحانات اللي هي ايه؟ اللي هي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الاعرابات. تمام. تخلي بالك من الجزئيتين دول. تمام. بعد كده عندك تالت حاجه بتيجي وبيدوس عليها في الامتحانات التعليلات، والتعليلات اللي بتتضمن كلمه او كلمتين، لان في ناس بتغفل عنها. في ناس بتغفل عنها التعليلات اللي بتتضمن كلمه او كلمتين. تمام كده. تمام. واخر حاجه لازم أن تكون حافظ ما ترشد اليه الصوره او المستفاد من الصوره، لازم أن تكون حافظهم وفيهم علل، لازم أن تحفظهم. تاني، لازم أن تكون حافظهم وفيهم علل، لازم أن تحفظهم. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. يبقى بما المستفاد من الصوره لازم أن تكون حافظهم، لان بالامتحان هيجيب لك واحده. ما عندك 4 صور في علمي، الباقي ادبي، مش عارف كام، ما عنديش علم بالادبي. انما علمي عندك كام صوره؟ 4 صور، 4 مستفادات من الصور لازم أن تكون حافظهم. تمام. عشان هيجيب لك واحده فيهم في الامتحان السنه دي، وانا قاعد وبعد الامتحان هتقول لي ان فعلا جابوا واحده فيهم السنه دي. تمام يا شباب. تمام.
طيب السؤال الثالث، كيف اخش الامتحان اقفل الماده؟ لو انت فاهم حافظ تفسير الايات كويس، واراء العلماء كويس في القراءات، تمام، لو حمزه والكسائي والموجودين عندك. ثالث حاجه عندك لازم أن تكون عارفها الاعرابات كويس، عارفها كويس جدا، والتعليلات المتضمنه كلمه او اتنين دول عارفهم كويس جدا. عرفت الاربعه دول تخش الامتحان وانت مطمن، قلبك مرتاح، هتقفل الامتحان. تاني لا تركز عليهم في الامتحان، هم اربع في ماده التفسير، هم اربع حاجات. اول حاجه تفسير الايات نفسه، ما معنى كذا معنى كذا معنى كذا معنى كذا. تاني حاجه عندك واهمهم الاعرابات، لان في ناس كتير بتتلخبط فيها وبيجيبها لك في الامتحانات كتير. بيجيبها لك في الحته ايه، في الحته اللي الناس بتتلخبط فيها، لان هو عارف ان في ناس بتتلخبط هنا فيجيبها، بتتلخبط بين دي وبين دي فبيجيبها. تالت حاجه عندي اللي هو اراء العلماء في الاقوال، تمام، قراءة دي بكذا وقراءة دي بكذا وقراءة دي بكذا. واخر حاجة قلنا فيها تركز عليها المستفاد من الصور، عشان هيجيبها لك في الامتحان ويعلل. تمام. الملحوظة الأخيرة إن امتحان التفسير بنسبة 70% بيبقى من السنوات الماضية، امتحانات السنوات الماضية. حل امتحانات السنوات الماضية لحد مثلا 2018 2017، تمام. هتخش الامتحان دور أول ودور تاني علم وأدبي، هتخش الامتحان أضمن لك ساعة الا تلت تكون بره اللجنة ومقفل الامتحان. مش معنى كده ان انت ساعه الا تلت تستعجل وتكتب بسرعه، لا، هو الامتحان اصلا ما هو خلي بالك، امتحان السنه اللي فاتت التفسير دي سهل، ودي سهل لسبب، ما جاش سهل وبس، ده دي سهل لسبب، وكان نفسه بتاع السنه اللي قبليها. يعني بص، هو يعتبر هو عندنا مثلا دي 5 اسئله تلاقي منهم 4 من السنه اللي فاتت، ده كان عندنا احنا السنه اللي فاتت كانوا 4 هم بتاع السنه اللي قبليها. ودي ممكن عشان ظروف ان احنا كنا امتحنا مادتين في يوم واحد، كان فقه وتفسير، فعشان كده جاب التفسير كان سهل شويه. بس انت تعمل كل احتياطاتك وتركز على الخمسه اللي قلت لك عليهم، اللي هم معاني تفسير الايات، والاعرابات، واقوال العلماء في القراءات، والتعليلات اللي هي تتضمن كلمه وكلمتين، دي بيلعب فيها كتير، هو بيجيبها كتير، بيحبها شويه هو شكله كده. واخر حاجه عندك الايه، ما يرشد اليه المستفاد من الصور. وفي المستفاد من الصور فيها علل لازما تكون عارفها. تمام كده، كل ما يخص مادة التفسير. وبالتوفيق إن شاء الله، وأشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.